الأقصى أم الهيكل؟ الأقصى أم الهيكل؟ إن وراء اليهود إخواني في الله خطط رامية حثيثة وخبيثة إلى هدم المسجد الأقصى، وإصرار عنيف على بناء الهيكل اليهودي الثالث، هيكل سليمان عليه السلام، على أنقاض الأقصى. فما هو هذا الهيكل إخواني في الله؟ ولماذا يعاد بناؤه؟ وماذا أعدوا لذلك البناء؟ لنحاول التعرف على ذلك فيما يأتي. ففي ظل الفراغ الذي تعيشه أمة الإسلام بعامة والعرب منهم بخاصة، فإن الساحة تظل مهيئة لكل نشاط معاد يتحرك في هذا الفراغ الرهيب. فبعد دخول الألفية الثالثة تقترب دورة الزمان في التاريخ اليهودي من الانتهاء، لتبدأ دورة جديدة، دورة زمان ملك السلام، الذي يعتقد اليهود أنه سيقضي على كل أعداء بني إسرائيل. وفي عقيدتهم أنه لا بد من تهيئة عالم الشهادة لقدومه من عالم الغيب، فلا بد من إقامة دولته وتوحيد عاصمته وتجهيز منبر دعوته وموضع قبلته. أما الدولة فقد أقاموها إسرائيل، وأما العاصمة فقد وحدوها القدس، وأما منبر الدعوة وموضع القبلة الهيكل فهو مهمة الوقت وضرورة العصر في الفصل الأخير من الزمن السابق لعهد المخلص المنتظر كما يعتقدون. إن الهيكل اليهودي إخواني في الله هو تسمية قديمة للمكان الكبير المختار للعبادة قبل الإسلام، وقد كان الهيكل في القدس قبلة لكل أنبياء بني إسرائيل طيلة عهودهم، واستمر المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فترة من الزمن حتى تحولت قبلة المسلمين إلى الكعبة. ولكن حادثة الإسراء كانت إيذانا بانتقال أرض القبلة الأولى إلى إرث الأمة المحمدية الإسلامية، لأنها أرض مقدسة لا يصلح أن تبقى تحت أيدي الملل الكفرية والعبادات الشركية. ولهذا كانت أرض بيت المقدس في مقدمة الأراضي التي اتجهت إليها جهود الفتح الإسلامي، بدءا من غزوة تبوك وحتى تم فتحها في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم استمرت تلك القداسة بعدما تحول الهيكل إلى مسجد عظيم في الإسلام له خصائصه وفضائله المعروفة. ويريد اليهود اليوم هدم المسجد الأقصى وإعادة بناء الهيكل اليهودي، حيث كان اليهود يتبادلون طوال أزمنة الشتات تحية يقولون فيها: غدا نلتقي في أورشليم. وبعد أن وصلوا إلى أورشليم أو القدس واستولوا على حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى، ابتدع لهم حاخاماتهم دعاء يرددونه في كل صلاة أمام الحائط، وهو عبارة عن قسم وعهد على إعادة بناء الهيكل، بل ويدعون على أنفسهم باكين بأن تلتصق ألسنتهم في حلوقهم إذا هم نسوا ذلك الدعاء. إن هذا الاعتقاد إخواني في الله الذي يؤمن به اليهود ويسعى إليه الماسونيون والصهاينة قد تعدى الآن مرحلة التنظير المستمدة من الأساطير اليهودية إلى مرحلة البدء في العمل والتنفيذ. ومن هذه الأعمال ما يلي: أولا، حجارة الهيكل اليهودي. تعلمون إخواني في الله أن كل بناء لا بد له من لبنات وأحجار تناسبه، فإذا كان البناء أسطورة يهودية فلا بد وأن تكون أحجار هذا البناء الأسطوري أحجارا أسطورية أيضا. هذا ما فهمه اليهود وهذا ما يعملون عليه الآن. وبدأت قصة الحجارة من الناحية العملية في أواخر الثمانينات، عندما وقع اختيار إحدى الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة على حجر كبير مقدس يزن 3.5 طن، فقاموا في عام 1989 للميلاد بوضعه حجر أساس للهيكل اليهودي الثالث بالقرب من مدخل المسجد الأقصى. وقال وقتها اليهودي جيرشون سلمون زعيم جماعة أمناء الهيكل ما نصه: إن وضع حجر أساس الهيكل يمثل بداية حقبة تاريخية جديدة، نريد أن نبدأ عهدا جديدا من الخلاص للشعب اليهودي. انتهى كلامه. وكذلك إخواني في الله فقد أصبح جمع الأحجار المقدسة عملا تعبديا للكثير من الجماعات اليهودية المتطرفة المهتمة ببناء الهيكل. فقد أذاعت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا في أوائل عام 1997 للميلاد جاء فيه ما نصه: إن المتطرفين اليهود في القدس أعدوا كل شيء وفق طقوسهم لبناء الهيكل، وجاءوا بأحجار تم قطعها من صحراء النقب وغيرها ليتم صقلها في القدس لاستخدامها في بناء الهيكل. وسيحتاج المشروع وفق التقرير إلى 6 ملايين حجر. ونبه التقرير إلى أنه لم يعد سرا أن الهيكل اليهودي قد تم تصميمه الهندسي في الولايات المتحدة الأمريكية على يد مستشارين هندسيين من يهود أمريكا.
وذكر التقرير أيضا أن هذا التصميم وضع تحت تصرف الحكومة الإسرائيلية الآن، وتم إعداد فريق متكامل من عمال البناء سيظلون رهن الإشارة للعمل عندما يحين الوقت. انتهى التقرير. إن 6 ملايين حجر توراتي مهمة ليست سهلة إخواني في الله، ولكن كل شيء يهون عند اليهود اليوم، فهم يرون أنهم الشعب المختار لإنجاز هذا العمل الكبير الذي لم يعودوا يصبرون على تأجيله. فقد نشرت الصحيفة الإسرائيلية أن عائلة ليفي اليهودية الثرية التي تملك كسارات حديثة جدا في جنوب الأرض المحتلة أعدت بالفعل كميات ضخمة من الحجارة الموعودة التي لم تلمسها يد إنسان أو إزميل عامل حسب وصف التوراة لبناء الهيكل المقدس. وهناك جماعة يهودية أخرى تخصصت في شراء أحجار معينة يتم تقطيعها وصقلها في صحراء النقب بأموال يحصلون عليها من التبرعات. ويؤكد أحد زعماء هذه الجماعة ويدعى يالوز أن توفير 6 ملايين حجر من تلك الحجارة الخاصة ليس بالأمر اليسير، ولكنه يؤكد أنه وجماعته يشعرون بأنهم يقومون بمهمة مقدسة ولا بد من إتمامها، حيث يقول ما نصه: عندما ألمس هذه الحجارة وأحملها أشعر بأن شيئا من الجنة يتحرك فيها. انتهى كلامه. أقول إخواني في الله إن هذا الهوس اليهودي الحجري العنصري يدل الوهلة الأولى أنها أفعال مجانين، ولكنه للأسف جنون موجه تحميه القوانين وتؤازره السلطة الإسرائيلية، مما حدا ببعض الجماعات اليهودية المتطرفة إلى قلع الحجارة التي تحف بعض الأرصفة في مدينة القدس عندما اشتموا فيها مسحة توراتية. بل شاركت السلطات الإسرائيلية بنفسها فيما لا تستطيعه الجماعات من ذلك. ففي شهر يونيو من عام 1997 للميلاد قررت البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس بالتعاون مع وزارة السياحة الإسرائيلية في البدء في مشروع اقتلاع الأرصفة بأحد الشوارع الكبرى في مدينة القدس، وقد تم تحصيل مبلغ 1,000,000 شيكل يهودي، أي قرابة 350,000 دولار، لنزع تلك الحجارة التوراتية العتيقة كما يعتقدون. كما أن هم اليهود المتطرفون الأكبر الآن في إسرائيل إخواني في الله هو استكمال الاستعدادات لبناء الهيكل اليهودي الثالث. فتوجد في مدينة القدس الآن أكاديمية تلمودية تؤهل طلابها لمهمة خاصة، وهي إعداد الكهنة الذين سيقومون بالخدمة في الهيكل الكبير عند إعادة بنائه. وللاستعداد لهذه الأيام المجيدة يعكف حاخامات اليهود على دراسة نصوص التوراة لاستخراج أدق التفاصيل لكيفية أداء الطقوس الإلهية كما كانت تمارس في مملكة إسرائيل منذ 3000 عام. وبكل الصبر والعناء يعيدون صياغة أدوات العبادة ويجمعون الآن الأواني النحاسية لتلقى فيها دماء الذبائح وكؤوس حفظ السوائل المقدسة وأبواق النداء للطقوس. وعلى بعد خطوات من حائط المبكى أقيم متحف صغير لعرض أدوات العبادة هذه على الجماهير اليهودية المتلهفة والمشتاقة. ويأمل الحاخام مناحن كوفر الأمين على هذه المجموعة أن يقوم بنفسه يوما من الأيام بإخراج هذه الأدوات من دواليب العرض الزجاجية لينقلها إلى الهيكل بعد إعادة بنائه، حيث يقول ما نصه: على اليهود أن يقوموا ببناء الهيكل، فهي إحدى الوصايا الإلهية، ولا يجب أن ننتظر معجزة إلهية. انتهى كلامه. الأقصى أم الهيكل؟ الأقصى أم الهيكل؟